واش الدراري معكم بوفالو في فيديو جديد وقصة جديدة. هاد المرة قصة مرعبة، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الدراري جيم لهاد القصة واشتركوا في القناة وما تنساوش تخليو شي كومونتير زوين فحالكم. وبلا ما نطول عليكم بزاف نبداو في القصة ديالنا. الاسم ديالي محسن. غنعاود لكم اليوم القصة ديالي، معرفتش واش غتيقوني ولا لا. المهم القصة بدات نهار جا الوالد ديالي وقال لينا انا والوالده وخويا الصغير اننا غادي نرحلوا من هنا. انا في ديك اللحظه تخلطوا لي المشاعر، ما عرفتش واش غنفرح حيتاش غادي نمشيو ونعيشوا مستقلين، اولا نبكي حيتاش غادي نخلي صحابي كلهم في هاد الحومه اللي كبرت وترعرعت فيها. ما كان سهل عليا هادشي، ولكن ما كان عندي ما ندير. الظروف الخدمه ديال الوالد هي اللي خلاتنا نرحلوا. المهم جمعنا حوايجنا وسدينا الدار. المهم بعدا بقات عندي ذكريات زوينه. قصدنا الدار الجديده اللي كانت معزوله شي شويه، كانت حدا واحد الحبس قديم ومهجور ماشي 15 عام هذا. المهم دخلنا للدار، حطينا الاساس ديالنا. الدار واخا كانت قديمه شي شويه والديكورات اللي فيها حتى هما قدام، ولكن كانت كبيره وواسعه. حطينا الاساس ديالنا وفرشنا الدار. جا الوالد وقال لي اليوم غادي تبات غير مع اخوك الصغير، بين ما يوجد البيت ديالك. صافي مشينا نعسنا. وفي ديك الليله كانت الريح شي شويه مجهده، وكنسمع فحال شي واحد كيدق في الشرجم ديال البيت. حليت الشرجم نشوف، ولكن ما لقيت والو. والغد ليه في الصباح فقت عيان مدقدق، فحال شي واحد كان كيضربني بالعصا في الليل. وخويا الصغير كان كيقول للوالده راني حلبت بشي راجل كان تابعني من اللور وبقيت هارب منه. قالت ليه الوالده راه غير حكبتنا البلاصه وراه مازال غادي تولفوا هادشي، راه غير حك الدار باقا جديده. في ديك الليله بالضبط كنا جالسين كنتعشاو، نسمعو الدقان في الباب. نضت انا وحليت الباب، مكلقى حتى شي واحد. طليت في الارجاء ملقيت والو. سديت الباب دخلت. قال لي الوالد شكون اللي دق؟ قلت ليه ما نعرف، راه حليت الباب وما لقيت حتى واحد. ايوا صافي دوز سكرت. وفي ديك الليله بقيت مكونيكتي وشاد الستون مع راساتي. حيت لي زيات من ودنيا وبغيت الناس، ولكن الناس ما بغاش يجيني، ما عرفتش علاش. حتى كنسمع شي اصوات بحال كان شي واحد تيغوت بالجهد، ما عرفتش المصدر ديال هاد الاصوات بالضبط. في الصباح فقت راسي دارني وبقيت كنتفرج في التلفازه. شافتني الوالده قالت لي مالك شتك ماشي هو هذاك؟ قلت لها والو راه غير عين شويه. مشيت خرجت. فاش خرجت طليت على داك الحبس، كان قديم، اجزاء كبيره منه كانت مهدومه. فاش بقيت تنشوف وسهيت كنشوف شي حد واقف مور الحديد وكيشوف فيا. تخلعت الصراحه ورجعت في حالي. وتقريبا ولينا كل ليله كنسمعوا دوك الاصوات ديال الغوات. كنطلعوا انا والوالد للسطح كنلقاوها جايه من جهه الحبس، ولكن الحبس كان خاوي ما فيه حتى واحد. صافي ولفنا داك الشيء. وفي واحد الليله كنت ناعس وضرباتني الفيقه مع جوج ديال الليل، حتى كنشوف شي حد جالس في القند ديال الغرفه ديالي. ما كانش واضح مزيان ومع الظلام قلت في نفسي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاود ناس. في الصباح جا عندي خويا وكان هز في يدي واحد مونيكا الملامح ديالها والوجه ديالها شيبانو حقيقيين، وكأنها ديال شي شخص حقيقي، وكان من فوقها شي نقاطي ديال الدم. تخلعت شفتها وسولتو فين لقيتيها. قال لي راه لقيتها قدام الدار، حيدتها ليه مشيت رميتها. وبقيت كنخمم وكنفكر في هاد المواقف الغريبه اللي تيطراو لينا من نهار جينا لهاد الدار. وشنو كيوقع في داك الحبس اللي حدانا اللي كل ليله الغوات والصداع ديال بزاف ديال الناس وكأنهم كيتعذبوا. المهم بعد يومين كنت ناعس واحد شويه، الضو ديال البيت شعل والباب تحل بشويه. كان خويا الصغير. قلت ليه اش كدير نتا هنا؟ سيرت ناعس. مردش عليا وجا قاصدني، كان هز في يديه موس. فقت مخلوع. كنتي كنحلم. انا الصراحه ما بقيتش قاد نصبر على هادشي، وعاودنا للوالد كلشي من نهار اللي جينا فيه لهاد الدار. حتى هو جا هادشي اللي كيوقع ماشي طبيعي. قال لينا واخا صافي انا غنقلب على دار اخرى، وبين ما نبيعو هادي ان شاء الله يكون خير.
رغدت ليه غادي يوقع ليا واحد البلان اللي مازال ما قدرت نفهمو وفاش كنتفكرو وكنتبورش. كنت انا وخويا الصغير كنلعبو في الجردة اللي حدا الدار. واحد الشويه كنشوفو واحد السيده كانت في العمر كبيره شي شويه جايه عندنا، ما عرفتش كيفاش تدخلت للجردة ديال الدار. شفت فيها الملامح ديال وجهها كانوا كيخلعوا شي شويه. قربت ليا وقالت لي في ودني، قالت لي بالضبط، بقيت انا هذيك الهضره قالت لي خاصكم تمشيو من هاد الدار وخاصكم تخويوها هاد المكان ولا غيتندموا. انا تجمدت في بلاصتي، ما قديش ندوي. وفي ديك اللحظه فاش غادي ندور باش نشوف الصدمه ما كنلقى حتى واحد. جريت انا وخويا الصغير حتى للدار، وفاش طليت مسترجم ما كان حتى شي واحد. بقينا شي ايامات في ديك الدار بين ما لقى الوالد دار اخرى ورحلنا من تما بصفه نهائيه. وانا كنعاود لكم هاد القصه وانا باقي راسي دارني، حيت كنت باقي نعرف القصه ديال داك الحبس اللي مازال ما عرفتهاش لحد اليوم. الدراري، هنا نكون وصلنا للنهايه ديال القصه ديالنا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش باللايك سبسكرايب وشي كومونتير زوين ان شاء الله باش نتموتيفاو ونكملوا في هذا المحتوى ان شاء الله. كان معكم بوفالو، بيس عليكم.